هو في ايه بجد؟ انا عماله ازيد في الوزن وانا اصلا مش باكل كتير. هو العلم اتغير ولا ايه؟ الحقيقه ان في ستات كتير في رمضان بتواجه المشكله دي، خصوصا ان هي بتكون داخله رمضان على نيه انها تخس، بس الحقيقه بتطلع منه زايده جدا في الوزن. علشان كده اللي هتجاوبنا على الأسئلة دي كلها والمشاكل دي وحلولها دكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية طب عين شمس. أهلا بيكي يا يا دكتور. اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيبة وبألف خير ورمضان كريم. وانت بألف خير وكل الناس بألف خير. وعندي عتاب بسيط عليكي، مفيش الستات بتطلع تخنانه، ستات ورجاله أيوة. اكتر كمان من الستات. ده حقيقي، لأن كمان الستات كله. فعلا بتبقى أكتر ناس تعبانة ومظلومة في رمضان، دي حقيقة، عزومات بقى وأكل واقفين وهكذا. وبيعملوا حاجات كتير حرام، ستات والاسترس غلابه على طول. ده حقيقي يا دكتور. دكتور، رجوعا زي ما شفنا المشكلة، ايه سبب ان فعلا ناس كتير بتقول انا مش باكل اي حاجة بس بزيد في الوزن؟ هل ده فعلا سعرات بس، ولا هل الموضوع اعمق من كده، داخل بقى فيه هرمونز وهرمونات؟ ولا تعريف السمنة عامة هو ايه؟ هل بيكتفي بس ان السعرات اللي داخلة جسمي اكتر من اللي بتتحرق؟ يعني اللي انت قلتيه كذا سؤال، محاور كتيره جدا جدا. السمنه تعريفها انها مرض مزمن منتكس. يعني ايه؟ جيناتي شويه أيوة، مودياني ان انا بخزن دهون. حرق الجسم من شخص لشخص بيختلف، ففي ناس حرقها قليل نتيجه طبيعه جينات، وفي ناس حرقها قليل لاسباب مرضيه او خلل هرموني. ده حقيقي. غالبا الاسباب المرضيه بتبقى خلل هرموني. فعندنا اسباب كتيره جدا جدا لان انا اكون عندي مرض سمنه. السمنه هي تخزين الدهون في الجسم. تخزين الدهون ده بيعمل لنا مشاكل كتير according هو في انه جريد او في انه ستيج، لان برضه والتهابات وهكذا. طبعا بيزود التهابات، بيعمل مشاكل كتيره جدا، بيأثر على كل اعضاء الجسم من اول العظم والمفاصل لغايه التركيز، لغايه زي ما انت قلت الالتهابات اللي ممكن تعمل لنا كل الامراض المزمنه من امراض حقيقي. قلب وي. فهو مرض، مش مجرد شكل او شكلي مش عاجبني، هو فعلا مرض. يصنف مرض، مش زي ما الناس بتستهون بيه قوي في خالص. المجتمع عندنا. عشان عادي كده احنا أنا طول تخنت النهار أهو. بنصرخ. زمان ما كانش معروف انه مرض، كان زي دلع. حتى دكاتره الدايت ما بقاش اسمهم دكاتره الدايت، بقينا اسمنا تغذيه وبقينا استشاريين وتغذية وبقينا بناخد- علاجية كمان. بالظبط كده. يس. وبقينا في المستشفيات لنا رول كبير، وبقينا في حتت كتيره، وفي كل الامراض لا نتجزأ من بروتوكول العلاج. تمام يا دكتور، كده عرفنا خلاص ان فعلا السمنه مرض مزمن، ودي تعريفها الاساسي ان هي مرض مزمن، وهي الاساس لامراض كتيره جايه قدام. تمام. طيب لو قلنا بقى ايه السبب الرئيسي اللي بيعمل زياده الوزن؟ هل هي سعرات ولا سعرات وهرمونات مع بعض؟ يعني هو ممكن يبقى الاثنين، وممكن يبقى سعرات بس، وممكن تبقى هرمونات بس، وممكن تبقى هرمونات ادت للجوع فادت لزياده ان انا باكل كتير. دي بتختلف من شخص من للتاني. شخص لشخص طبعا. اوكي. فهي حاله مرضيه، مجرد ان انا حتى لو ما عنديش هرمونات متلخبطه وباكل كتير او باكل سعرات اكتر من اللي بطلعها، خليها ببساطه كده، هيتخزن دهون كتير فهخش في مرض سمنه. طبعا يعني السعرات اساسيه معايا. سعرات اساسيه أساسية. في كل الاحوال، لان حتى لو عندي مرض بيتخني غصب عني او باخد ادويه كمان، ممكن ما يكونش عندي لخبطه هرمونات، بالظبط. ممكن بكون باخد ادويه بتؤدي لزياده الوزن. أيوة. بانها برضو بتجوع. الانتي في أدوية سايكوتكس كتير. والحاجات بالظبط. الاكتئاب واللي بياخد كورتيزون حاجات كتير. والكورتيزون. بالظبط. ساعتها بنحافظ برضو على الكالوريز بتاعتنا عشان اتليست، مش هقول لك نخس ساعتها ما نتخنش. فهي ليها محاور كتيره جدا واسباب كتيره جدا. بنقعد مع الشخص، عشان كده بنقول ما فيش حاجه اسمها دايت، في تايلر دايت. بنوظف عليه، بنظبط على دنيته واحد غير وحياته التاني. وسنه، امراضه اللي موجوده تانية اللي هو ما فيش يعني اكتر خطأ شائع انا بشوف في المجتمع، اللي بياخد ايه ورقه من واحده صاحبته، دي ورقه الدايت اللي همشي صح. عليها، من غير صح. ما اعرف انا هرموناتي طب عامله ازاي، تحاليلي. تحاليلي بالظبط، عندي امراض مزمنه ولا لا، وهكذا. فدي واحنا اكتر. كدكاتره صح بنكتب التحاليل اكوردنج للميديكال هيستوري. احنا بالظبط. بنقعد مع Yes. البيشنت، لان احنا دلوقتي بقينا شامين بيشنتس. الاول كانوا كلاينتس، بقى في منهم كتير بيشنتس، لان كتير منهم معاهم امراض تانية. فاحنا الاكل او النيوتريشن بيخدم على المرض نفسه. بالظبط، زي ما حضرتك قلتي ان طبعا السمنه دي لو موجوده، وطبعا المريض المصري بيبقى عنده كومبو كده، ضغط كومبو سكر بالظبط. ضغط سكر، سمنه، امراض قلب كتيره قلب جدا على طول وهكذا. صح كده. دكتورة مروة، طب ايه لو سألنا اكتر هرمونات بتلعب فعلا دور رئيسي في زيادة الوزن معايا؟ طبعا عندنا اشهرهم الانسولين ومقاومه الانسولين اللي طلعت موضه دي، بس ترند هو قوي. ايوه ترند قوي، بس مش عايزين احنا نمشي ورا الترندز بما اننا بنتكلم علمي.
هي طبعا مقاومه الانسولين او لخبطه الانسولين ساعات بيبقى اوتو اميون او مرض مناعي زي السكر النوع الاول، وساعات السكر النوع الثاني بيبقى من الاكل او من رتم الحياه في الاكل الغلط. اوكي. فالانسولين من الحاجات اللي لما بتتلخبط بتؤدي لزياده الوزن او بتقلل الحرق. اوكي. تمام. الكورتيزول الستريس هرمون اللي ممكن يبقى زايد نتيجه حاجه مرضيه، وممكن يبقى زايد نتيجه الستريس الكرونيك المزمن على طول. الغده على طول الدرقيه، حياتنا مليانه اصلا بالظبط. كل يوم ستريس يعني. الغده الدرقيه برضو هرمون الغده الدرقيه من النوع لما بيتلخبط سواء لمرض مناعي زي الهاشيموتو او لاي سبب تاني، أوكي. ممكن جدا يؤدي للخبطه الوزن او لزياده الوزن. ففي هرمونات كتيره جدا جسمنا ماشي بهرمونات، حرق جسمنا ماشي دي بهرمونات. بتختلف من شخص شخص للتاني لشخص. بناء عن الامراض اللي عنده، ظروف حياته، طبعاً. الاسترس اللي بيتعرض له، طبعا اسلوب اكله وهكذا. طبعا. وكمان عند الستات لخبطه هرمونات الانثويه عندهم. طبعا ايوه. فما بيكون في لخبطه في الدوره الشهريه، لخبطه في الهرمونات دي. والاستروجين والبروجسترون، هل بالظبط. هي عدت سن اليأس ولا لسه وهكذا. كل دي برضو من الهرمونات القويه جدا جدا اللي بتأدي، ممكن دول يكونوا اشهر 4 هرمونات بيأثروا على زياده الوزن. اوكي ثانك يو دكتور. طب رجوعا لرمضان، هل شايفه ان رمضان الهرمونات فيه بتتلخبط او بيبقى تركيز على هرمونات عن التانية؟ يعني اليوم بتقلب برضو. صح. بس بصي عندنا هرمونين في رمضان يعني احنا بنظبطه، الانسولين والكورتيزول. هقول لك الكورتيزول ليه، لان نومنا بيبقى قليل في رمضان. اما بننام قليل الكورتيزول بيزيد اللي هو الستريس هرمون. طبيعي ايوه. بالظبط كده. وبيلخبط الكورتيزول، بيلخبط في افراز الانسولين، فاهمه؟ فبنخش في دايره كده انه بيلخبط كمان النوم. فالنوم والكورتيزول الانسولين الثلاثه هي سايكل. ايوه. قله النوم بتلخبط هرمونات الجوع والشبع، الجرانول والليبتين. ايوه. الانسولين بقى حدث ولا حرج، غير الحته بتاعت الكورتيزول والنوم واللخبطه دي. الانسولين بقى احنا مظبطينه بقى اول الفطار كده ما الاذان يقول الله اكبر ونخش على شوب الكركديه وقمر الدين، احنا كده اتظبطنا. والتمر بقى 11 تمره، 11 تمره. يعني رغم ان التمر جميل وانا آه. بنصح ان احنا نفطر عليه، بس بكرايتيريا ممكن نتكلم عليها. أيوة. وسكر التمر غير سكر العصير. معلش، سكر التمر سكر طبيعي، معاه الياف، معاه فيتامينات ومعادن، وما بناخده مع حاجه فيها بروتين او غير الالياف اللي معاه او دهون صحيه بتقلل من ارتفاع السكر في الدم بسرعه. يعني زي مثلا زي لبن مثلا. برافو عليكي. او في بيبقى بيتعمل تمر بطحينه كده، او التمر اللي جواه مكسرات. دي جديده اول مره اسمعها، تمر ده جميل دي. اوكي اعملهولك ده طبعا. او التمر اللي معاه مكسرات اللي بيبقى معاه عين جمل، دهون صحيه. كل الدهون دي بتقلل فبتديكي الطاقه والسكر بتاعك. وجود اصلا الالياف ما هو سنه، فاكيد في حاجه. بس طب زي ما انت تقولي بقى 11 12 15 19 تمره العدد بقى. انا كده طبعا يعني رفعت واحده 3 لا عندي 11 و15 اي رقم فردي. ده ما ينفعش. لكن العصير في ناس بتحب قوي تفطر على قطايف مسكره، كان محتاج سكر. لما حضرتك هناخد بس استنى بس بعد الاكل على الاقل ما يحصلش الشوجر رش الرهيب وامتصاص، لان طبعا صدمت الجسم صدمه مش طبيعيه. الجسم صايم بقى 14 ساعه، فامتصاص السكر اسرع بكتير. يعني اما اخد كوبايه عصير على الريق ومعدتي فاضيه، امتصاص سريع جدا، غير لما اكون معدتي مليانه بروتين والياف ودهون صحيه وهكذا. برافو عليك. فما بيبتدي كده، وفي ناس بتبتدي تقول لك بقطايف بحاجات كده، لا طبعا كارثه، والكارثه ان هيجوع كتير قوي تاني. ما هي دي بقى النقطه، ما انا بقول لك كورتيزول يلخبط الانسولين، السكر يلخبط الانسولين، فاخد سكريات كتير تعلي لي السكر تنزله قوي، اجوع اهبط انسولين هي لفه في رمضان. دخلت بقى في الدومبنج اللي هو لا نهائي. نخش بقى ونطلع بقى من رمضان على العيد، خش بقى على الكحك والغريبه وبسكوت الصبح بالشاي بلبن. يا جماعه كل سنه طيبين. فناس بتطلع من رمضان، وبقى بقول للناس ناخد بالنا السنه دي. ايوه. وكل سنه يعني لان احنا بندخل رمضان عيد صغير عيد كبير، داخلين على الصيف، فبنبقى بقى نيجي نعمل فورمه الساحل قبليها ب3 ساعات، فما بنلحقش. بنبقى نسمه في حبيبنا ايمن. فلازم نبتدي من دلوقتي ناخد بالنا من التبس اللي بنقولها كل سنه والناس ما بتعملهاش، بس هنقولها السنه دي يعملوها. طيب لو جينا اتكلمنا ايه المطلوب بقى ان انا اعمله؟ يعني هل اركز على سعراتي قوي، اظبط نظام حياتي، لو عندي مرض مثلا ممكن اعالجه بحيث ان انا انظم هرموناتي واعرف المشكله فين، اعمل تحاليلي، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ لا بصي، اهم حاجه الناس اللي عندها مرض مزمن تظبط ادويتها في رمضان لو هتصوم مع
الطبيب المختص. الناس أوكي. اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها غده، الناس اللي عندها سكر، لازم اول تاخد بيرميشن انها تصوم. تاني ده مهم حاجه قوي. تظبط لو هتصوم الادويه في وقت الفطار هتاخدها امتى، عشان دي مهمه جدا جدا. اوكي. فده مهم قوي. تاني حاجه نسهلها على الناس، مش هنقول نظبط سعراتنا لان ما حدش بيمشي على ورق الدايت القديم بتاع زمان، ما بالظبط، حدش له. والناس بقت يعني بحس ان عندها سيلف اويرنس اكتر، بقت عندها وعي عن بالظبط. زمان كتير اكتر. وده دورنا ان احنا بنطلع في السوشيال ميديا كتير وفي بالظبط. التلفزيونات عشان نعمل اويرنس للناس. انا هقول للناس ظبطوا حاجتين هما بجد اللي بيعملوا السمنه في كل السنه، مش في رمضان بس هما في رمضان زياده شويه. النشويات اوحشها السكر بالذات في رمضان، والدهون. طبعا الحاجتين دول هما العزومات أكتر والصواني محمرات وحلويات. بسبوسه والكنافه. بالظبط طبعا كده. رمضان بيحب الكنافه والعصير. ايوه. فاهمه؟ فالحاجتين دول لو اتظبطوا، لان بتبقي ايه دلوقتي؟ بروتين وخضار، ما هو ده اللي اتبقى. اللي الناس بتنساهم اساسا. بالظبط كده. مفيش سلطه بتاكل، فاحنا ناكل ترشي عشان نضر زياده بقى، يعني نبوظ الحته اللي بقى. صوديوم موت ريتنشن. بالظبط. فالسلطه بتتنسي، الخضار بيتنسي خالص، وبنخش على النواشف. بس مش قادر ياكل. على فكره احنا مش قادرين ناكل طبيعي، ان احنا طبيعي في ايامنا العاديه ما بنصحاش نفطر مسقعه، صح كده؟ الناس هنفطر طبعاً. سندوتش جبنه، صح؟ فلو الناس في رمضان كسرت صيامها على تمر ولبن، مش عيب خالص لو انا مش جعان ان انا اخد سندوتش الجبنه اللي باخده واستنى ساعتين 3 تبقى معدتي تهيت، اخد الملمين على الساعه 9 10. مش عيب خالص على فكره. أوكي. كده انا سنطرت الاكله وكلت اكله مظبوطه في وسط الوقت اللي انا فطرانه فيه. فهفطر خفيف اكنها السناك خفيف، وهتسحر خفيف، مش هبقى ميت من الجوع برضو ان انا من الساعه 6 ما اكلتش وهاكل في السحور بقالي 6 ساعات ما اكلتش. دكتور، زي ما اتكلمنا ان رمضان فعلا مشهور باكتر حاجتين، يا اما دهون وعزومات وصواني، يا اما بسبوسه وكنافه وهكذا. هل لو انا اخدت مكملات تساعدني في ان انا اقلل امتصاص الدهون او السكريات، هل دي حاجات فعلا بتفرق، خاصه الناس اللي مش قادره تتحكم وخلاص بقى شره رهيب وهكذا؟ طبعا بتفرق جدا. بتفرق في حاجتين: بتقلل من امتصاص الحاجات دي اللي هي ممكن تضرني وبتتخزن في الخلايا الدهنيه. أيوة. في نفس الوقت بتقلل الاحساس بالجوع. اوكي. فاحنا عايزين نقلل الكميه ايوه ونحسن الامتصاص. فبتفرق جدا جدا بالذات في رمضان، لان قلنا زي رمضان اكسبشنال في الحاجتين دول. يعني في حاجات مش موجوده طول السنه. بالظبط، بحب زي ما استنى قلنا بصراحه. قطايف والكركديه وقمر الدين وهكذا. حقيقي. يعني مثلا لو اتكلمنا عن المازورا بلوك، هو بيقلل الانزيم اللي مسؤول عن هضم السكريات. يعني ده اهم حاجه فيه المازورا بلوك، ان هو بيساعدني ان انا اقلل من امتصاص السكريات. فممكن اخده لو انا هاكل وجبه فيها نشويات وهكذا كعامل بالزبط. مساعد مع تظبيط اكلي على قد ما اقدر، وده هيساعد. خصوصا كمان لو زي ما انت قلتي مكملات. يعني في فرق بين مكملات، فرق بين دواء. الدواء بيبقى انديكيتد لحاله معينه. أيوة. المكملات بقى ما بتكون مضمونه. صح. لذذتها ان انا ممكن اجيبها اون شلف. يعني بالزبط. هي ما هي فيهاش طبيعية ضرر، مش كده انديكيتد. كده. يعني مش ممنوع لحد انه يستخدمها. ايوه. الا طبعا الحوامل اللي بنمنعهم هي اصلا عن طبيعية اي ادويه، 100%. يعني بالظبط. الحوامل والمرضعات. لكن غير كده ده بيفرق معايا جدا عن الادويه. لان الناس لما بتعك في ادويه طبيه ده غلط. ايا كانت الادويه دي ايه مش صح. لما بيكون مكمل غذائي باخده يساعدني، هو ده مش عيب خالص. فناخد مكمل غذائي بيفرق في النشويات وفي الدهون، ونعمل رياضه. انا كده ظبطت المنظومه. انا كده ممكن اطلع من رمضان كمان خاسه. طب بالنسبه للدهون، هل ممكن برضو جداً اخد مكملات مثلا تقلل امتصاص الدهون من الوجبه اللي باخدها قبل الوجبه؟ يعني انا عارفه النهارده انا طبخه رقاق مثلا ببط، مثلا العزومات اللي في اول رمضان دي. لو اخدت مثلا حاجه زي مازورا اكسبرس هيفرق معايا جدا اني اقل امتصاص اب تو 80% من الدهون اللي هاخدها. كويس قوي انك قلتي من الوجبه. لان احنا كده لازم نفهم الناس. احنا مش هناخد من دهوننا. أيوه. الدهون اللي اتخزنت خلاص دان. لازم نقلل كالوريز عشان نحرق. لكن زي ما قلتي السبلمنتس تبقى معروف بتشتغل ازاي. فبتقلل امتصاص 80% من دهون البسبوسه، من دهون الرقاق. وبتنزل بره الجسم. فبتساعدني اني اقلل السعرات وانا باكل. بس احنا برضو لو عايزين نعمل مجهود اكتر ناخد بالنا من الكميه عشان نساعد السبلمنت، عشان ما نجيش نقول اصل احنا خدنا وما جابش نتيجه. زي اللي بيشرب شاي اخضر ده بالظبط. حضرتك ضارب برضو الصينيه. ما هي حتى لو 80% ما امتصش، انت جسمك امتص 700,000 سعر. فناخد بالنا من الكميه. ونعمل شويه رياضه في رمضان، لان في نظام شويه اللي هو المشي. يعني مش عايزه رياضه اكتر من كده. وناخد مكمل غذائي يساعدني في تقليل
امتصاص النشويات والدهون زي بصوره مختلفه، منظورة بلوك ومنظورة نشويات اكسبرس للدهون. بالظبط كده. هيفرق لي جدا جدا اطلع من رمضان خاسه وانا ما عملتش دايت. اوكي. انا بس خدت بالي وظبطت دنيتي وخدت حاجات طب ايه ساعدتني. رايك يا دكتور، بما ان احنا في شتاء ورمضان جاي السنه دي يعتبر شتاء، دلوقتي الناس بتاخد مشروبات سخنه، ينسون بقى، نعناع وهكذا، فايه رايك مثلا هل ممكن نحلي المشروبات الدافيه دي بسكر، ولا انت مع سكر زي ستيفيا وهكذا؟ لا انا مع السكر زي ستيفيا. يعني انا بصراحه انا في بيتي وعلى طول بقول للكلاينتس عندي او البيشنتس، عايز تشرب كركديه، تشرب عصير رمضان، بيبقى ساعات عطشانين برضو، نحلي بستيفيا. على أكتر اساس إن هي سكر- عشبه طبيعيه جدا. بالظبط، اكتر سكر امن، ملوش اي علاقه مش بيتريجر الانسولين خالص. أيوة. يمكن عكس الحاجات التانية ممكن اللي تكون حاجات سويتنرز، بس ممكن تتريجر الانسولين لو استخدمناها بصوره كبيره. هيت ستيبل، أيوة. فبيستحمل الحراره، وسيف حتى للحوامل والناس دي بياخدوه، ما بالظبط، عندناش طبيعي، مشكله 100% طبيعي. يعني. فطبعا ده بيحل مشكله كبيره جدا في رمضان في حاجتين. اول حاجه في المشروبات، مش حتى السخنه، مشروبات رمضان اللي بنحبها وبنستناها وبنشربهاش غير في رمضان بصراحه. تاني حاجه كمان، بما اني بعمل هيلثي ريسبيز، فبتفرق قوي كمان اني عايزين بستخدمه. منها دي بقى كتير يعني يعني. هنعمل منها، بنستخدمه في الريسبيز دي. فتملي واحنا بنعمل اي هيلثي ريسبي بنقول حاجتين. يعني بنقول لو مريض سكر، لو حد بيعمل دايت مش عايز يتخن، يحط ستيفيا انستاد اوف العسل. بالظبط. يعني بناخد عسل ليه؟ عشان فيه فوائد، بس العسل فيه كالوريز، بالظبط. بيعلي الناس على سكر فكرة الدم. الحته دي بالذات انا بحس ان فيها ميس كونسبشن جدا عند الناس، مش لاقطين ان العسل يا جماعه كالوريز اعلى وبيعلي من السكر الابيض. بالظبط. يعني أنا كنت عامله فيديو هو اعلى من السكر هو الابيض. في مضادات التهابات طبعا وفيتامينز وانتي وفيتامينز. انفلاماتوري، بس في فرق بين هيلثي، في فرق بين بالظبط. بيتخن. هو هيلثي بس بيتخن وبيرفع سكر الدم، دليل ان عندهم سكر لو جالهم ضاقوا من السكر او جالهم هايبوجلايسيميا بياخدوا معلقه عسل عشان بيرفعوا بسرعه. بالظبط. فالناس اللي عايزه تخس او مريض السكر في رمضان، لو في ريسيبيز كتيره جدا بستيفيا. بتتعمل بستيفيا، بالظبط. بتطلع حلوه جدا على فكره. Yes. الستيفيا لو نوع حلو ملوش افتر تيست، بالظبط. فهمتي؟ زي بيطلع مازورا ستيفيا ومالوش حلوة جدا. يس، مالوش افتر تيست. وكمان مازورا ستيفيا غني بالكروميوم اللي زي ما بتقولي يا دكتور بيظبط مستوى سكر الدم، بيساعد عندي في حرق النشويات كمان زيادة. جدا. بالظبط. وكمان الانيولين عشان بري والبروبايوتكس، فبيحسني كمان من حركه الجهاز الهضمي، فدي حاجه بالظبط هايله. كده. مازورا وهي ستيفيا ستيبل كمان عشان الناس اللي عايزه تعمل كوكيز، عايزه تخبز حاجه. بالظبط. فبتعملي حاجه ناس بتسميها كيتو which is fine، ناس بتسميها no added sugar which is fine، وناس بتسميها دايت which is fine. فبيبقى هايل بصراحه في رمضان. يس يا دكتور. طيب لو هنسأل دكتورة مروة، ايه النصايح بقى الذهبية اللي عايزة توجهيها للستات والرجالة الاتنين من فضلك؟ الاثنين في رمضان، بما اننا اتكلمنا عن سعرات واتكلمنا عن هرمونات، يعني لو قلنا نصيحتين 3 كده يلخصوا الدنيا، امشي ازاي كده بشكل صح، بما اننا كمان الشعار بتاعنا ان احنا عايزين نرجع بقى رمضان على اصوله بكل حلاوته، وبيبدأ من الدفا واللمة، بس في نفس الوقت بعاداتنا الصحيه القديمه. اجدادنا انا بشوف ان كانوا فعلا يعني يستفيدوا من رمضان مننا بالظبط، وبيتحركوا. دلوقتي انا عشان اجيب طلبات انا بطلب من ابلكيشنز، بروح حتى مش بنزل السوبر ماركت، لا يعني حتى اقل حركه بقينا كسلانين جدا فيها، فيري ليزي. يعني هقول للناس بجد عيب قوي 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 نطلع من رمضان مأذيين. هو شهر معمول عشان نستفيد منه روحانيا وجسديا وكل حاجه، وكل الناس قرت عن فوائد الصيام. في تقريبا 2020 او 2021 الصيام المتقطع كان اخد انه اعلى نوع دايت اتعمل وجاب نتيجه. معناه هو مش نوع دايت، هو طريقه حياه صحيه، لان احنا ممكن نتخن في رمضان. فاحنا عندنا دراي فاست او صيام رمضان حاجه صحيه جدا للجسم، وحاجه فرصه عظيمه ان احنا بناكل في وقت قليل. لو ظبطنا بتبس بسيطه نطلع، مش هقول خاسين، بس اللي زايد في الوزن يخس، واللي وزنه مظبوط يطلع مظبوط. بس عيب قوي 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 نطلع تخنانين في رمضان. يبقى احنا كده بنابيوز الشهر او بنستخدم الشهر في صوره غلط. واحنا مش صايمين عشان نوفر ايت بالظبط، اكتر من ما احنا في الايام العاديه اللي بناكل 3 مرات. الصيام عباده اكتر يعني. بالظبط كده. فعيب قوي نطلع بعاداتنا زي بتقولي اللي جدت علينا ان احنا نطلع تخنانين. طول عمرنا رمضان لما طول عمري من وقت جدودنا في سفره رمضان، بس كان في السحور الخفيف، كان في اكل البيت، كان في طبق السلطه،
كان في أيوة. طبق صينيه الباميه، ايام فكان في الجميله حاجات دي كتيره يعني بالظبط. حاسه نوستالجيا. نشرب ميه كويس، الميه مهمه جدا بننساها في رمضان. كنا طول عمري وانا صغيره بشوف الولاد بقى كلهم بتوع المنطقه لازم ينزلوا يلعبوا كوره، كل الستات تنزل اه تمشي قبل الفطار. كان مع انه كان في عز الصيف وقت كتير والدنيا العادات حر. الجميله بتاعت الرياضه، زمان. المشي، الحركه في رمضان بالعكس ده اكتر شهر منظم موجود في السنه. عارفين ان احنا هناكل الساعه كذا، عارفين ان الشغل هيخلص بدري، بس فعلا ففي بيفرض وقت. عليا مواعيد انظم بيها حياتي. بالظبط، فاكتر وقت ممكن ابتدي فيه رياضه. وزي ما بقولت بنيجي بقى نحتاس بقى بعد رمضان، يا نهار ابيض الصيف دخل، يا نهار ابيض البروم، يا نهار ابيض عندي فرح بنت خالتي. فورمة الساحل. نبتدي من رمضان ايوه. يعني فرصة كبيرة قوي ان احنا مقللين اكل مقللين شرب، بناكل في وقت معين، اغلبنا عنده شغل فبينام او عنده ولاد بننام بدري، فعندنا برضو مش اليوم كله قاعدين اللي احنا فطرانين فيه. استغلوا رمضان يعني صح، لان رمضان مش هو اللي غلطان، احنا اللي غلطانين. ايوه ده حقيقي، ما تظلموش الشهر يا جماعه. ثانك يا دكتور. طيب بما اننا يعني شعارنا هو مع مزوره رجع رمضان على اصوله، دكتوره مروه ايه اكتر حاجه بتفكرك بذكريات رمضان الجميله حقيقي؟ يعني هتخليني اعيط فاهمه. رمضان واحنا صغيرين الزينه بقت موجوده دلوقتي بصوره مختلفه. زمان ما كناش كومباوندز، كنا في الشوارع كانت عادي. الزينه انا كنت البسيطه دي، في مصر المثلثات الجديدة تلاقي في العمارة بقى الجيران لازم أول يوم والانوار كله أنوار، كله لازم بيودي الأكل لبعضه. لمة عيلتنا إحنا أنا وإخواتي وأهلي مستنيين أول يوم انا رمضان. اشعرت يا جماعه. مستنيين أول يوم رمضان نتلم، مع إننا كنا أطفال ونفتح الفوازير. كانت الفوازير دي أساسي، لازم نيلي نقعد نتفرج وشريهان عليها مع بعض. أساسي. وكمان خفيه والايام بالظبط، الحلوه ما دي. كانش يمكن في كم الخيم وكم الخروجات وكم العزومات وكم السحورات الفايبس خالص. والنايتس بالظبط كده. which دي انا شايفه انها شويه بوظت، دخيله علينا بوظت أكتر. شويه، خلت فيه حاجه مش اوثنتك، حاجه كده فيك. اه كانش في سوشيال ميديا، ما كناش بنتلم ونتبسط عشان نصور كانت وننزل الضحكه صورنا. فعلا من القلب، حاجات بسيطه بس كان احساسها اكتر. انا دايما بشوف كده. ولا وما كناش بنعمل حاجه فخمه عشان نصورها عشان ننزلها الناس عشان تعجب بيها واخد. احنا بنعمل اللي بنحبه والدنيا بسيطة ومن غير تكليف. وبقولك صوت الفوازير والتمثيليات لا 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 يعني رمضان ده لازم نرجعه يا جماعة. رمضان بتاعنا يعني بتاع زمان، لان هو رمضان حلو ببساطته، مش بالتكاليف الزيادة. بهرجة. مش لازم التكاليف مادية، حتى التكاليف في اللبس في العزومات في حاجات كتيرة قوي بقت مهلكة. يعني كلنا بنطلع من رمضان مهلوكين. من احلى بصراحه يعني ال الجمل والنقاش في البوينت دي بالذات اللي انا سمعتها، وفعلا اشعرت يعني حسيت اي فلت نوستالجيك قوي للحته دي بالذات، لان دي حقيقي. وده كمان مش موجود حتى في رمضان بس، ده بقى في مجتمعنا عامه، في المجتمع عامة بيأفور في نظرة الناس رمضان بقى. والسوشيال ميديا بالظبط كده. بالظبط، بنأفور بقى في رمضان عشان زي ما بنأفور احنا بقينا شعب اوفر عامة في كل حاجة. الناس تهدى مع ان كده. رمضان في مصر حاجه تانية يعني. هو حقيقي حاجة تانية، ده مهما حقيقي، راح وجه حاجة تانية. بس احنا عايزين نرجعه اوثنتك، عايزين نرجعه اصيل زي على ما كان اصوله زمان. صح، زي ما بالظبط بنقول كده. رجع رمضان على اصوله مع مزوره. ميرسي يا مع دكتور. مزورة. ميرسي يا دكتور مروه، ورمضان كريم، وكل سنه وانتي طيبه وبالف مليون خير. الله اكرم، مبسوطة قوي قوي اني كنت وأنا معاكي. قوي. يا رب يكون الناس استفادت. يا رب. ميرسي يا دكتور، ميرسي. شكرا.